حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من مطبخ أكل زمان من بيتي. إن عاملين إيه النهاردة؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. هنعمل صوابع الكاريماري المقلية. ده كيس كاريماري كده أنا جايباه من فتح الله، متلج زي ما انتم شايفين كده. دي أصابع، لو عايزة تجيبيه وتنضفيه وتعمليه حلقات مفيش مشكلة. أنا اشتريته جاهز كده أصابع، زي أصابع البطاطس كده. ماشي. أنا دلوقتي هحط له شوية مية ساقعة ونص كوباية خل، وهعصر عصرة ليمون عليه. تمام. ميه متلجه ونص كوبايه خل، وعصرت عليه ليمون. هسيبه اتبله كده شويه، يعني حوالي ساعه مثلا. بصوا، صوابع زي ما انتم شايفين كده. تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير، وظبطوني كده تظبيطه حلو. انا سبته كده ساعه زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اتبله تتبيله حلوه علشان خاطر ايه هنقلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا معايا هنا فلفل اسمر، ومعايا كمون وملح وليمون، مفيش اكتر من كده. ادي ليمون، عصره ليمون، معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون. كل التوابل دي موجوده عندنا في البيت، مفيش اي افتكاسات يعني ولا اي حاجه. ودي معلقه توم كمان. السمك والكاريماري والحاجات الحلوه دي حبوا التوم والكمون. تمام. حطيتهم في البوله بتاعتي كده وقلبتهم كويس قوي. معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه توم، معلقه ملح، وعصره ليمون. هتبلهم كده واسيبهم مثلا ساعه ساعتين، عايزه تسيبيهم من بالليل مفيش مشكله. انا هتبلهم ساعه وابتدي ان انا اشتغل. هنعمل معاهم شويه رز صياديه كده حلوين، يفتحوا النفس على الاكل معانا. الكيس الكاريماري ده انا جايباه حوالي ب 80 جنيه. هتبلهم واسيبهم ساعه. انا دلوقتي هبدا في الرز. معايا بصلايه حلوه كده، حطيت عليها شويه زيت. لازم زيت مش سمنه يا ولاد، يا بنات، زيت، عشان الرز يطلع مفرفر معاكي كده وحلو. ومعايا هنا كركم، بصل بودر، وكمون. ودي طماطميه مبشوره، عايزه تقطعيها تقطيعه صغيره مفيش مشكله. التوابل اللي انا هحطها في الرز دي هيخلوا الرز يروح في حته تانية خالص. احنا كلنا بنحمر البصل ونحرقها ونحط الميه ونعمل الرز، بس التوابل اللي انت هتحطيها الزياده دي هتخلي معاكي الرز راح في مكان تاني خالص. هتحطي للرز ايه؟ معلقه بصل بودر، معلقه كمون، ومعلقه ملح. تمام يا حبيبتي. هنحمر البصله دي وهنحرقها شويه، نتك عليها في التحميره. هحرقها شويه عشان تخلي الرز لونه حلو. مش تحرقيها تبوظيها، لا. يعني بصي سنه كمان وهنظبط. لايك بقى، انزلوا اعملوا لايك يلا. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وعلامه الاي بقى خشوا شوفوا اللي انتوا عايزينه. احنا كده قربنا خلاص. ادي معلقه الكاري او الكركم، معلقه البصل بودر، ومعلقه الكمون. كمون وبصل بودر وكاري او كركم. تمام. ومعايا كمان الطماطميه المبشوره، عايزه تقطعيها قطعيها، بس قطعيها رفيعه جدا عشان ما تبانش في الرز كده. هيتسبكوا سنه كده، هزودهم حبه ميه. خلطه عسل 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 عسل. اوعوا تنسوا الملح. كاري وبصل بودر وكمون، معلقه ومعلقه ومعلقه. كاري وبصل بودر وكمون، وادي معلقه الملح، وطماطميه مبشوره مع البصلايه اللي حرقناها. هزود كده الميه بتاعتي. الرز ده يا جماعه لكوبايه الرز كوبايه وربع ميه. كوبايه الرز المصري العادي كوبايه وربع ميه. هسيبها تتسبك كده شويه. سبكت وبقت عسل اهي زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالميه بتاعتي اللي السخنه. انا ما بعايرش، بس انا قلت لكم على المعيار. الرز الكوبايه عليها كوبايه وربع ميه. انا بغطي بس الرز بالميه. بصوا الميه غطت معايا الرز، هيطلع زي الفل ان شاء الله باذن الله. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بس كده هيغلي معايا. بقول لكم اهوت ان انا غطيت الرز بالميه. هسيبه بقى على النار وايه، واشتغل في السمنه. معايا كوبايه دقيق
ومعايا معلقه بيكنج باودر. هنا بقى التوابل بتاعتي فلفل اسمر وكمون وبصل باودر وتوم باودر وملح وكاري. تمام، نقوله تاني: بصل باودر وفلفل اسمر وكمون، ومعايا بهارات سمك وملح وكاري. هقلبهم كلهم حلو في الخلطه الجميله بتاعتي دي، اللي هي كوبايه دقيق ومعلقه بيكنج باودر. لو عندك بهارات سمك يبقى خير وبركه، كمان هيبقى حلو جدا. انا حطيت معلقه بهارات سمك، وكوبايه الدقيق معايا اهي، واهم شيء معلقه البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده. والتتبيله بقى لها ساعه في الخلطه زي ما انتوا شايفه كده. هاخد بقى من هنا احط هنا، انا سبتها بقولك ساعتين. هاخد من هنا دلوقتي انزل هنا. ادي الرز معايا اهو خطوه بخطوه. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا غطيته بالميه وسبته يغلي وبعدين وطيت عليه. معايا بناتي هوطي عليه، وانا بقول لكم هحطه على العين الصغيره وهوطي عليه واسيبه. ما تقلبيش في الرز كل شويه عشان ما يعجنش منك. نزلت دلوقتي هاخد نص الخلطه بتاعتي دي، حطيت عليها نص كوبايه ميه. حابه تعملي الخطوه دي اعمليها، حابه مش حابه تعمليها ما تعمليهاش. نزليه في خلطه الدقيق وخلاص. بص ممكن تنزليه في خلطه الدقيق كده وخلاص وتقلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نزليه في الخطوه دي وتقلي على طول. حابه ان انت تعملي الخلطه اللي انا عملتها بالميه، جميله جدا، احلى من كده كمان. عملنا دي وعملنا دي. مش هقلب بقى فيش كل شويه. وادي الرز معايا، بصوا بسم الله ما شاء الله الرز عامل ازاي، وطعمه تحفه بالتوابل الجديده اللي حطيناها دي، تحفه بجد. ادي التتبيله اللي انا خدت نص الدقيق، حطيت شويه ميه عليه وفكيتهم كده خليتهم خلطه تقيله. هنزل دلوقتي في الدقيق، هاخد من الخلطه دي وهنزل في الدقيق وهنزل في الزيت على طول. تمام. انا الفيديو معايا ما كملش تصوير، بس انا ايه لحقت حاجه ان انا اوريها لكم، فصل مني لوحده. ادي الخلطه اللي هي بالميه، بصوا جميله ازاي، عامله كفر على السمكه، جميله جدا 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 وطعمها حلو. البهارات اللي احنا حاطينها كمان معاها طعمها حلو جدا. جربوا كده مش هتندموا ان شاء الله. بصوا، حابين تجيبوا كاريميري وتقطعوه وتنضفوه وتعملوه حلقات مش اصابع كده، مفيش مشكله. حلقات برضه هتبقى جميل. انا قليت وخلصت اهوت. رز معايا وكاريميري معايا اهو زي ما انت شايفه. بجد بجد كان طعمه تحفه وكان جميل جدا جدا جدا. ايه رايكم في الجمال ده بقى؟ ما خدش معانا ولا وقت ولا اي حاجه، ممكن تتبليه من بالليل وتعمليه زي الفل. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا مني ومعايا وافدتكم باي حاجه. ومتنسونيش في اللايك واللي ما اشتركش في القناه يشترك. واي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، انا بتسعدني قوي كومنتاتكم. ويا رب النهارده تكونوا استفدتوا مني ومعايا. اشوفكم على خير. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.